النهارده الوقفة بالشموع تضامنا مع أسر الشهداء وتضامنا مع الكنيسة المصرية. وفي الحقيقة الحادث دون زي ما حضرتك عارف انه أصاب كل المصريين. النهارده الناس كلها بتعزي بعض لان الحادث ده وجعنا كلنا، والحادث ده زي ما قال سيادة الرئيس وزي ما قال قداسة البابا هو بيستهدف الشعب المصري كله. احنا واقفين النهارده عشان اولا نعلن تضامننا مع أسر الشهداء ونقول لهم ان اكيد ما فيش كلمات هتواسي غير ان هم يكونوا متأكدين ان اكيد اولادهم وشهدائهم موجودين في الجنة، وانه هم ارواحهم الطاهره دي ما كانتش هباء وانما اتقدمت عشان تحمي بلدنا، وهم قدموا ارواحهم وهم في حاله صلاه وفي بيت من بيوت ربنا، فاكيد هم في الجنه. شهداء البطريركيه كلنا جايين نعزيهم، مسلمين ومسيحيين، واقفين الوقفه الصامته زي ما انت شايف، كلها الكورال التعازي، الكورال ابو الهول، ووقفه فيها تماسك بين المسيحيين والمسلمين، ما حدش عارف يفرقنا مين، وقفه بالشموع والورود ولهذه الذكرى، ورب ما يعيدها تاني. واللي قتل ومحمود اللي فجر نفسه هنا هو نفسه محمود اللي فجر نفسه في جوامع السعوديه، هو اللي فجر نفسه في جامع السلام، هو اللي فجر في جامع السلام يوم الجمعه، هو اللي فجر نفسه، نفس فكر محمود. فما تحاسبوش محمود، حاسبوا الذين لعبوا بدماغ الشباب وجعلوا منهم محمود كتير. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام ما العقول فينا ومش ممكن